انت عندك مشكله انا اتكلم بلغه الكوره لا ولا بالعكس، ده يهمنا جدا نتكلم هتلقط معايا؟ انا احب اتكلم بلغه الكوره يعني جدا. رجعنا لأوروبا بقى وسيبنا من المحليات وبتاع، والدوري الإنجليزي رجع. وطبعا حصل بقى انا وانت طلعنا سوا يعني الاسبوع ده. يعني طبعا ليفربول اتصدر، السيتي كسب في آخر ثانية، كالعاده في فريق كده خسر من بورنموث، مش ما نعرفش، بقول لك انا وانت في مالناش الهوا دعوة سوا. بيه. لا ما احنا جايين النهارده عشان قمة الجولة اللي هي كانت ليفربول وتشيلسي في الانفيلد. طبعا انت النهارده هتبقى المين سبوت لان انت تشيلسيوي، فمش هقدر ان انا اتكلم، فاهم؟ انت عايزين نعرف رايك في الماتش بقى النهارده. لا انا حابب الاول قبل ما انا اخش في الموضوع على طول اسمع انت شفت الماتش ازاي، يعني انت بتتفرج كده ايه اللي انت شفته في الماتش وشايف رؤيه الماتش ازاي؟ انا شفت ان تشيلسي حتى كاين يعني مش لازم كارسنالي كاي حد، انت اكيد كنت تتمنى ان ليفربول يتحسن مثلا. بصراحه بقول لك ان تشيلسي كان عنده مشكله ان هو ايه، ما ترجمش سيطرته. يعني ما ترجمش سيطرته، يعني تحس ان الفرقه كانت ماسكه كوره اول او قبل ما ليفربول يسجل، فريق ضاغط، فريق بيخرج بالكوره كويس جدا، فرض اسلوبه على ليفربول. بس انا حتى على تويتر اثناء الماتش انت ممكن تكتب حاجه، انا كتبت من رغم ان تشيلسي افضل لكن اتوقع ان ليفربول هو اللي هيتقدم. ليه؟ لان تشيلسي برضه كان بيلعب باسلوب ريسكي، ان انت كتير جدا بتحط صلاح في موقف 1-على-1 وده خطر. تمام؟ الضغط اللي انت بتعمله من رغم ان هو كان ناجح قوي بس كان في اوقات بيتضرب، فكنت مثلا تلاقي هجمات ليفربول 3-على-3 وحاجات كده. فتوقعت ان ده هيخلي ليفربول بخبره لعيبته اللي هي اكبر ان هو يقدر ان هو ايه يسرق الماتش، وفعلا ده اللي حصل يعني. انا بقى اخد من اخر كلمه دي اللي هي خبره، يعني الخبره اللي انت قلتها دي هي فعلا هي من وجهه نظري. يعني انا بتكلم بصراحه هزيمه من وجهه نظري، يعني هي مش مؤلمه قوي. ليه مش مؤلمه قوي؟ مش عشان احنا لعبنا كويس واحنا بنلعب كوره افضل ان احنا مش عارف ايه، لا بس عشان ان انا شايف ان يعني احنا كتشيلسي دلوقتي في مرحله ما في اللي احنا عايزين نعمله. احنا في المرحله الاولى، احنا مش عايزين نستبق المراحل وان احنا نقعد نصرف كتير جدا وفلوس كتير. فاكيد الناس بتتكلم عن فكره الصرف وانت المفروض تبقى في حته تانية بسبب من الفلوس انت بتصرفها، فالمفروض تبقى في مكانه تانية. لكن هل ده واقع البروسيس انت فيها؟ لا، انت برضه هتمر بنفس الفلوس. جبت لعيبه من كوكب تاني هتمر بنفس الفلوس، مفيش حد اكبر منها. حتى السيتي نفسه مع جوارديولا مره بالبروسيس دي، كان في الاول بيتهاجم يقول لك مش هتعرف تعمل اللي انت بتعمله في الدوري، مش هتعرف تقدم الكوره دي اول موسم وبتاع، وتشيلسي خد الدوري بالطريقه وعادي. لكن الفكره كلها ان انت في المرحله دي وتروح الانفيلد وملعب صعب جدا. انا شايف مثلا انت لازم نتكلم تشيلسي ده موسم كان فين السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت تشيلسي في الانفيلد خسر 4-1. خسر 4-1 طبعا يورجن كلوب غير خالص، يعني غير خالص عن اسلوب تماما. اسلوبه نوعا ما مش ريسكي زي كلوب، مش بيلعب على انه يجيب اجوان اكتر، مش بيدوس اكتر. لكن في نفس الوقت في نهايه الموضوع يعني انت نقله كبيره جدا عن الموسم اللي فات. انت رايح هناك بتلعب باسلوبك عادي جدا، زي ما ماريسكا اتكلم في المؤتمر الصحفي قبل الماتش قال لك انا داخل رايح العب هناك، رايح العب هناك. ده مش ماتش بيحدد مصير فرقتي ولا مصير البطوله ولا شكلي في الملعب. ده انا رايح هناك العب بطريقه لعبي، انا رايح هناك الماتش زي الماتش. وده حصل وانا شفته بصراحه، وحابب ان انا اشوف فرقتي كده، يعني حابب المنظر برغم غيابات مهوله في الفرقه. يعني غياب فوفانا صوت ان هو سسبندد للماتش، مش موجود في الماتش. وقف برضه كوكوريلا، فاهم؟ وإنزو راجع متاخر وكايسيدو راجع متاخر. اول مشاركه كمان لتوسن بالظبط يعني ويلعب في الانفيلد وبتاع. الدفاع نفسه اصلا كتركيبه واللعيبه بتلعب مع بعض. او جيمس راجع ودي من النقاط السلبيه بتكلم عليها. كان في الحج هنتكلم عليها من النقاط السلبيه اللي هو ليه اصلا بدا بريش جيمس وكده فرايد دي كده. لكن عامه دي رؤيتي للماتش بصراحه، هي خساره التفاصيل. ودي الحاجه اللي يعني من وجهه نظري
ابرع فرقه في ابرع من السيتي، ابرع من اي فريق في الدوري فيها ارسنال. اجاده مهوله في التفاصيل. واحد يقول لي دلوقتي مشجع ارسنال يمسكني بزمار في رقبتي ضحك. بس انا بتكلم بصراحه ليه مرعبين في التفاصيل. عندكم قدره قوي تحكموا في رتم الماتش. يعني انت مثلا جماهير هايجه عليا مش عارف ايه، لا مش لازم ان انا احيانا بتغلطوا وتعملوها مثلا زي ما عملتوا فيبقى انفيلد مثلا لما استثرتوا جماهير ليفربول وانتوا كسبانين، لكن احيانا كتير جدا بتقدروا تموتوا اللاعب. فاهم؟ اقدر مش ههدى وهدي الماتش، خبره ان انا اتعامل ازاي مع كماين سيت للجيم، ازاي ان انا امتى مثلا اتعامل لو جالي مثلا الفريق الثاني افضل مني اقدر ارجع واقفل واهدى، وعارف التحكم في كده. انما احنا طبعا بنتكلم على تفاصيل ماتشنا. يعني انت بتتكلم مثلا من اوائل الكور على الماتش علينا توصل كرة بتتلعب مرتده، كرة طويله يوتا فاهم يسرقوا فيها، قام الراجل ده اخده نازل بيه انذار. تفصيله زي دي في الماتش هيجت الجماهير. انت لازم تبقى هادي. ده شبيهه جدا لكره صليبه، شبيهه جدا لكره صليبه. بس هي الفكره يعني كان في شفت ناس بتتكلم على الموضوع ده ان هي في طرد، وهو حتى ارني سلوت اتكلم في بعد الماتش في البوست انترفيو، يعني اتكلم ان هو المفروض ان دي لسه شايفها امبارح وكانت طرد ومش عارف ايه. بس الفرق فين ان الراجل ده كان ماسكه من قبل نص الملعب اصلا. هو ماسكه من قبل نص الملعب. بعد لو عدى نص الملعب كان جاي له كولويل وكان جاي. ما كانش اللي هو منفرد من بعد نص الملعب، هو من قبل نص الملعب الشبك اصلا. فده في رايي انا طبعا انا منحاز، يعني انا مش شايفها منحاز، شايفها طرد بصراحه. انا شايفها طرد لان اخر لاعب في الملعب. انا بقول لك يا وجهات نظر كده. طب برضه في كوره هنتكلم لا تشيلسي طبعا يعني في كوره سانشو يعني لو هنتكلم عن الاخطاء التحكيميه ففي ضربه جزاء لسانشو طبعا فاهم، يعني ما فيهاش هزار. وضربه الجزاء الاولى بتاعت ليفربول في رايي مش ضربه جزاء، انا شايفها ضربه جزاء بصراحه. هي جت في ايد اسمه ايه ده، جت في ايد كيرتس جونز قبل ما تتضرب. صلاح شاطه جت في دراعه غير مسار الكره بدراعه. فانا شايف انا مش حاسس ان الكادر كان واضح قوي يعني. لا كان واضح عادوها ما حسيتش ان انا شايف الثانيه هي اللي اتلغت. لا انا دي مش شايفها بين خالص بصراحه. يعني دي مش شايفها لان هو سانشيز حط رجله في الكوره توسن زائق من الظهر، يعني الزاويه اللي معتاده من الظهر. لا ده عادي. ده عادي ان هو بيحتاج احتكاكات عاديه. ما تبقاش نص في هو المفروض يشوطها بصراحه. يعني هو ما اعرفش ليه اصلا كمل جري بيها. هو المفروض يشوطها الكوره ما يشوطهاش، استنى شويه مش عارف كان عايز يعدي سانشيز مش عارف رايح فين بصراحه. كارت جونز فيها بس ما علينا يعني. هي مش بتكلم برضه في النقط التحكيميه قوي، مش عايز اتكلم فيها بصراحه كتير لان انا مش شايف ان هي دي مسار تغيير الماتش. يعني في ناس ممكن تشوفها ليفربول بلس تشيلسي حاجات زي كده غيرت الماتش، بس انا في رايي ان المسار التفصيلي للماتش ان انت لعيبتك دي وليت خبره جدا جدا. يعني انت في بادئ الماتش ماشي انت بتلعب ريسكي ابروتش ان انت مثلا ايه اضغط حالي ومش عارف ايه، لكن ان انت تبقى انت تعمل مثلا كوره زي كده تعمل انذار بالطريقه دي في اول الماتش مش حلوه خالص. فاهم؟ بتركب الجماهير بتصيحها عليك اكتر. بعدين ضربه الجزاء ما فيش حد يعملها في الدنيا بصراحه. ضربه الجزاء اللي لو انت شايفها مش بيلن او هي بيلن حسمت في النهايه، يعني مالهاش اي لازمه من الكوره بصراحه سيئه جدا. وقبلها اصلا قبل الكوره دي برضه كان مباصي الكوره بصها غلط، يعني بصها غلط لليفربول فعملت مرتده. فدي يعني من بعض التفاصيل. لكن برضه ايه تاني؟ ضربات الثابته ما فيش جالك تلعب ضربات ثابته. في ضربات ثابته تتلعب انت بتبص الكوره وبعدين تلعب الكوره ما رفعتش الكوره حتى، مش مصدق والله. وجايبين مدرب ضربات ثابته وقال لك جبنا مدرب برينتفورد ضربات ثابته وقال لك هنعمل حاجه مش عارفين نوصل لارسنال. الصراحه انتوا يا عم ما احنا بقالنا ماتشين يعني. طب عايزين نخش بقى في التفاصيل اللي انت بتقول لا ايه خسرت تشيلسي. هي دي منها. انا اتكلمت شويه على الضربات الثابته، اتكلمت شويه عن كده، لكن برضو المواجهات الفرديه. يعني المواجهات الفرديه مثلا تتكلم انتصار كبير لليفربول بصراحه. ارنولد عمل ماتش عالمي على سانشو، وحتى برغم ان نيتو تعبه لكن عمل ماتش منتصر بشكل كبير. كارتس جونز بصراحه قدم مباراه غير عاديه على بالمر بصراحه، قفل عليه كل حاجه. يعني حجمه بشكل اقل ماتشات بالمر يعني حجمه بشكل كبير. اكتر الماتشات اللي اشوف بالمر فيها مش ظاهر خالص بالظبط. وده انا هتكلم برضه عليه في مشكله تكتيكيه اتكلم عنها برضه. بس يعني نتكلم برضه في الحته دي، في نفس الحته دي برضه صلاح على بوست
صلاح انتصر بشكل كبير لان بوستو بصراحه كان سايب له مساحه كتير قوي ان صلاح من وجهه نظري لازم عشان تقابل صلاح ده بشكل ممتاز لازم تعمل اللي بيعمله روديجر. صراحه روديجر كان افضل واحد، هو اللي قدم الحاجه من وجهه نظري بعد كده اي حد بقى بيتعامل مع صلاح بيها هو ايه، اول وهو بيستلم تبقى انت لازق فيه وترخم عليه جدا، يعني تبقى شرس معاه، ما تبقاش اللي هو مستنيه هيعمل ايه وبعدين يروح اكت عليه، يعني مش مستني صلاح يدريبل او يروح بالكره ويتحرك وبعدين انا اقوم جاي مستنيه اغير حركته واروح معاه، لا انت قبله من اول عايز ما تديلوش اي مساحه، تبقى لازق فيه وهو بيستلم معاه، حتى يا عم عداك عادي هو سريع عداك عادي. انت عايز كده لانه كمان يمكن روديجر لعب مع صلاح حفظه شويه بالظبط، وتعامل معاه تعامل مثالي، كان بيرخم عليه قوي، كان يقعد يحط ايده عليه كده هو فاهم كلها زي ما بيعمل مع هالاند بيعمل كده كان جايبين صوره كده بيبقى لازق فيه كده، هو اصلا مجنون، هو بحسه مش طبيعي، حتى جريته وحاجات دي هو بحسه مش طبيعي يعني. بس يعني دلوقتي هي دي التفاصيل دي اللي انا كنت ناوي اتكلم عنها، يعني في تفصيله بقى يعني انزودها في الموضوع، التفاصيل اللي احنا اتكلمنا مهتم بالتفاصيل عايز احط لك اغنيه اصلا انا المهتم بالتفاصيل والله ده صح. انا بشوف ناس تقول لك الفرق الماتشات الكبيره فبيقول لك حتى في جمله شهيره يقول لك الماتشات دي تلعب ولا تكسب والحاجات دي تكسب ولا تلعب. لو في جمله تانية لأليكس فيرجسون بيقول لك بيج جيمز بيج نيمز، ان الماتشات الكبيره بتصنع اللاعب الكبير. بالظبط صح. فالحته دي هي ايه، ان انت ممكن تلعب حلو زي ما انت بتقول قلت كده في الاول لازم تشيلسي على تويتر قلت انت هي تشيلسي بيلعب حلو بس ليفربول هيكسب، فانت قلت كده انا كتبت ان توقعات ليفربول يتقدم بالظبط زي ما انت قلت في المقدمه دي يعني. فدلوقتي ايه الفكره فين؟ ان احنا بنخسر في التفاصيل دي بشكل مرعب، يعني احنا مش مميزين، لعبنا حلو وقدمنا كوره بس انت التفاصيل دي اللي خسرتك، الخبره اللي خسرتك زي ما اتكلمنا. من ضمن الحاجات دي الاخيره اللي انا عايز اتكلم عليها سانشيز حارس المرمى. حارس المرمى كل كوره يرهبك، يعني انت بقى كمشاهد ما بالك المدافع اللي قدامك، انت بتلعب هاي لاين فاهم، والراجل ده كل كوره ترجعها له قالش، وكوره ثانيه كان خبطت في شكله كان فاهم كان هيجيبها جول، وكوره ثانيه كل بيرجعها له قام لعبها تاني كده في ناحيه القوي، فكل كوره ركه انت فاهم، انت مدافع انت بتلعب هاي لاين فخايف فاهم. فضمن كده ودي برضه من ضمن الحاجات خساره التفاصيل هي اللي بتأدي ان انت يقال عن، يعني في جمله دلوقتي بيقول لك ناس بتقول لك تشيلسي سيء دفاعيا، مشكله تشيلسي هو مش منظم دفاعيا. الكلام ده انا ممكن كنت اتقبله جدا الموسم اللي فات، انما الموسم ده بكل امانه تشيلسي منظم دفاعيا قوي دفاعيا جدا، لكن يا جماعه في مشكله كبيره ان تشيلسي بيلعب الموسم ده في لعيبه كتير جديده، في المدافعين مفيش كيمستري ما بينه، مفيش ديو ما بينه، فدي حاجه. رقم 2 ان انت يعني بمناسبه الكلام ده احصائيا هنتكلم احصائيا، يعني انا راجل بايظ وانا راجل متحيز لتشيلسي، لكن تعالى نتكلم احصائيا مين اقل فريق عمل نون اكسبكتد جولز من يعني نون بينالتي اكسبكتد جولز، يعني تشيلسي كان اقل بعد نوتنجهام فورست. طب نوتنجهام فورست كان فريق واقف ورا كل الفرقه 11 واقفين في منطقه الجزاء ماشي، انما تشيلسي راح في الانفيلد لعب، طبعا مش بتكلم في الانفيلد بس، انا بتكلم في كل ماتشات ليفربول السنه دي، هو اقل فريق برغم الهاي لاين اللي لعبه. تشيلسي اقل فريق توقع فرص على المرمى كمعدل من غير البلانتي، يعني لو انت شلت ضربه الجزاء الاهداف المتوقع استقبالها دي انت راجل محقق اعلى واحد احسن واحد، فيبقى انت دفاعيا وحش الفرص اللي قيمتها كانت قليله، تشيلسي ما كانش فيه فرص، ما كانش فيه شوطات على المرمى اصلا، فدي حاجه. لكن انت فريق شيكي جدا، فريق سهل قوي ان انت عايز تقول يعني من قله خبره اللعيبه بالظبط، سذاجه كمان مش قله بس، ده سذاجه، انت بتجيب جول في نفسك، انت بيلن ملوش اي لازمه، انت يا عم سيبه فكرت شو سيبه يا عم سيبه وبعدين حاول تلحقها، مش هجيبها جول والله انت يعني مش هجيبها جول فعلا. فكده الكوره مثلا بتاعت بعد الهدف، يعني انت رحت جبت اللي هو الهدف اللي اتلغى اوفسايد، دي عملت كشفت الاوفسايد حلو جدا وصح، لكن مثلا كوره صلاح اللي هو بعد لما انت جبت جول والهدف الثاني ده لا بس دي بريليانت بصراحه حاجه فظيعه منه يعني انت طبعا هنتكلم عنه، لكن الفكره فين؟ انت بعد الهدف يا راجل امسك كوره يا راجل امسك كوره موت الماتش، انت بتعمل ايه؟
لا انا هفتح، انا فاتح. عدم تركيز، يعني اللي هو ايه، انا لسه جايب جول، فاللعيبه فرحه الهدف. بالظبط، صغيرين جدا، اطفال، هم فعلا صغيرين قوي، هم تيم صغير قوي، اطفال في الملعب بجد، فلسه الشخصيه دي. فمن هنا هننتقل بقى على الحاجه المهمه جدا، الكلام حاجات بقى. بقى بوردات. تحليل فني عميق بالناس بقى اللي هي تحس تبعد عننا وما تتفرجش عشان المحنكين هتظهر. تحس انك انت بتقلب بقى، فاهم، احمد عز او تامر بدوي. نبدا بقى سيريوس نتكلم بقى بلغه الكوره فعلا. نتكلم فنيا بقى. تشيلسي كان شكله ازاي في الملعب؟ تشيلسي كان طبعا على الورق وزي ما هو واضح كده 4-2-3-1، نفس القصه ليفربول 4-2-3-1. جميل جدا. طيب منظر كده الشكل ده طبعا، ده احنا لا ليفربول ولا تشيلسي بيلعب 4-2-3-1 فعلا، يعني احنا كده من غير كوره جميل، احنا 4-2-3-1 من غير كوره، لكن احنا في الملعب لا احنا ولا ليفربول بنلعب 4-2-3-1. احنا بنتحول ازاي بقى؟ اول حاجه بنتحول ثلاثي في الخلف. بالظبط يبقى كده. عليك، انا مذاكر المباراه، انا مذاكر المباراه. طلع كل واحد فينا يطلع روح المحلل اللي جوه المحلل. احمد عز اللي هو. فنروح اول حاجه كروي بيتحول لسنتر باك ناحيه الشمال، توسن بيتحول لسنتر باك كانه وصل، كانه عشان هو اطول واحد فهو في النص، زي وائل نباني. وريس جيمس المدافع الثالث ناحيه اليمين. بعدين عندك لافيا وجوستو. نيجي بقى لجوستو. نيجي جوستو ده بيتحول لايه بقى؟ هنا بيتحول للاعب رقم 8 بيلعب في مكان انسو. ماشي، بيتحول للاعب 8. طب اللي فات ده كان ايه؟ يعني انا عايز بقى يعني نكمل بقيه الفرقه شكلها ازاي. فالمنظر في الملعب يبقى 3 اي 2، بعد كده 4 اللي هو سانشو وجوستو وبالمر ومادويكي، والمهاجم جاكسون. جميل قوي يعني الكلام اللي انا قلته. نمجد في نفسنا شويه. فايه الاسطوره جاكسون. ده بصراحه الاسطوره، راجل جاب جول ده الحمد لله، بس ما لحقناش تفرق، ما لحقش. هو جابه وما كانش مصدق انه اتحسب. فاهم، ده كان بيجري عشان يكمل لعب، فجاه لقى الحكم بيشاور انه ما صدقش. انا عصام الشوالي موتني من الضحك في اللقطه دي. بيقول لك قعد يمجد فيه قوي. ده هو بيقول لك منحوس يا ولدي، مش عارف. وبعدين اول ما جاب الجون اعتذر يا جاكسون، ما جاتش الشوالي. المهم ايه، فبنتحول للشيب ده، الشكل ده اللي هو 3-2-4-1. طب جميل قوي. ايه الاختلاف عن قبل كده؟ الاختلاف عن قبل كده كتير قوي. اول حاجه ان جوستو بقى 8، يعني مكان انسو. كان الاول جوستو بيلعب 6 تاني، يعني بيلعب كانه محور تاني في وقت بناء اللعب، لكن دلوقتي عشان في لافيا وفي كايسيدو والبدايه بيهم، فبدا خلى جوستو يبقى مكان انسو. طيب الحكايه دي عملت مشاكل، عملت مشاكل كتير قوي. ليه؟ اولا انت في 3 مشاكل في الطريقه الاختيار. واحنا قبل الماتش لما عرفنا ان جوستو هو اللي، يعني لما عرفنا ان جيمس هو اللي بيلعب، جيمس اللي هيلعب، وافتكرنا ان هو جاهز بدنيا وفنيا، لكن ده ما كانش واضح في الملعب تماما. يعني هو كان واضح ان جيمس ما كانش جاهز خالص للماتش، فاهم، ومع ذلك بدا بيه. مش عارف الصراحه. فدي اول غلطه بصراحه. الراجل كان في الحج. ده طول حياته كان بيرمي الجمرات. طول حياته مصاب، تعبنا. بعد كده الخطأ الثاني ان كولويل لما بنتحول بقى للشيب اللي معانا 3 ورا ده، اللي احنا معانا الكوره ده، كولويل عنده مشكله ان هو مش كويس خالص ناحيه الشمال. لما بيلعب ناحيه الشمال كسنتر باك ناحيه الشمال يبقى وحش جدا. بيلعب احسن مكان ليه فيت سنتر باك في القلب. ليه في القلب كسنتر باك؟ عشان كولويل بيعرف يعمل باصات كسره للخطوط، بيعرف يباصي ما بين الناس وتضغط عليك المهاجمين، يعرف يباصي يلاقي محور من الاثنين يباصيه. لكن توسل ما كانش عارف يعمل الكلام ده اصلا، كان انا واقف ادافع بس، انت ما كانش عارف يعمل الكلام ده. بص توسل تمركزه بيبقى دايما يعني اجريسيف جدا مع المهاجم. فالحكايه دي اثرت كتير، زي ما شفنا الانذار وزي ما شفنا حاجات كتير. كولويل اكتر ريسك، لكن مشكله كولويل لما بيدافع ناحيه الشمال ان هو بيبقى بطيء جدا. يعني هو فعلا بطيء جدا، عنده نفس المشكله بتاعت حسام عبد المجيد ده. هو دايما خايف اتقدم عشان خايف اضغط، عشان انا خايف جدا ان الكوره ممكن تتلعب ورايا، فهخش في سباق مش هعرف اكسبها. فدايما تحس ان هو بيلعب خايف هو في المكان ده.
عكس ما هو في القلب. لا انا مش خايف، انا هعرف اقرا اللعب احسن، فبتمركز لورا شويه، بتراجع. فدي كانت تاني او اول غلطه اللي كده. تاني غلطه بعد غلطه جوستو. طيب غلطه جوستو في حته تانيه، هي حته الاهم من وجهه نظري، ان انت لما خليت جوستو 8، وده هنتكلم عليه في خلال الصور، هو يعني فعلا جات له كور كتير ناحيه ان هو يقدر يعمل حاجه، يقدر يعمل مثلا موقف يجيب منه هدف، يعمل موقف فرصه هدف، يصنع جول، يعمل حاجه، لكن ما قدرش، لان هو تكنيكال قليل. هو مميزاته هو ان هو بول كارير، بيعرف يجري بالكوره كويس جدا، يضرب خطوط الضغط، يعرف زي ما شفنا في الجول اللي احنا جبنا تشيلسي جابه، ضرب خطوط ضغط ليفربول وراح ادى الكوره لكايسيدو، كايسيدو لعبها ثرو راحت لجاكسون خلاص. لكن هو سيء جدا في فكره ان هو يبقى اللي هو انا بتحرك ما بين الخطوط والسلم، ما يقدرش يعمل حاجه زي كده، وما يقدرش حتى يجري ورا الدفاع ويعمل فرصه. جات له كذا كوره وهنتكلم في الحته دي. فدي حاجه مشكله تانية في جوستو. المشكله الاخيره في عيد جوستو برضه، نخلص موضوع جوستو ده خالص، ان انت بالمر هو اهم لاعب في الفرقه بكل امان. بالمر هو اهم لاعب كرييتيف في الفرقه. فانت الفكره بان انت ظهير يبقى وهمي، انت عشان تديله مساحه اكبر على الكوره. فلما بيبقى في 3 ده بيبقى يعني لما جوستو بيدخل من نص الملعب وبيتحرك ما بين الخطوط، في قبل كده كان دايما بنعملها من ناحيه اليمين، المره دي عشان ما فيش كوكوريلا فلعبه شمال والكلام ده، فخلى ان جوستو يبقى، خلى ان بالمر دايما في مواقف 1 على 1 كتير، او 2 على 1 قصدي كتير. ليه؟ بالمر بقى هنا معاه جونز، خلاص بقى جونز معاه، وبيجي جاكبو بيقدر يقفل معاه خلاص. يعني بقى هنا بالمر وبيجي هنا ايه جاكبو ومعاه جونز ومعاه وليميرتسون، فبيبقى 2 ومادويكي فاتح اقصى طرف الملعب، لكن معزول في عزل في مناطق ضيقه ليفربول مكدس، فبالتالي مفيش امكانيه. لكن لو كان هنا بقى، لو احنا افترضنا ان هنا في ظهير، فهنا الظهير ده بيتحرك، بيبقى فيه 3 على 2 مثلا، او 3 على 3 مواقف يقدر يخلق منها فرص. فانت للاسف عملت انفيرت او انت دخلت ظهير داخلي لجوه في منطقه غلط، المنطقه العكسيه. كان انزو بيفيد في الناحيه دي كمان، ان انزو عنده ميزه ان هو عنده لونج رينج بوسس. يعني ايه لونج رينج بوسس؟ يعني الراجل ده لو انت اديت له كوره في مكان يقدر ينقل الملعب في ثانيه الناحيه الثانيه، يودي بالمر في موقف او مادويكي في موقف 1 على 1. دي ميزه انت كل ده ما كنتش عامله، فده بالتالي قلل جدا ان انت بتقدر. وهنا بتبرز دور انسو، لان ناس كتير بتقول لك انسو ما قدمش المتوقع منه. بكل امانه انا متفق جدا مع غازي، هو دوره كويس، يعني دوره مهم للفرقه، مش وحش مش قليل، لكن ما حققش انا اي متفق كمان في النقطه دي جدا. ليه؟ لان انا شايف بصراحه يعني لحد دلوقتي اللي انا شفته منه، لا ده مش الموهبه اللي الناس كانت بتتكلم عنها بالظبط. خالص. حقيقي فعلا ما قدمش اللي متوقع منه تماما، واقل بكتير، بيلعب مع الارجنتين احسن، مش عارف. فيعني مش عارف انت ممكن يوصل اللي احنا نفسنا نشوفه يعني معاك. بس انزو كان بيبقى مهم للفرقه بصراحه برضه، لان مفيش لعيب زيه. فراي لو كان كده كان المفروض يلعب بدوسبري هون، يعني كان المفروض اللي هو الصفقه بتاعت ليستر سيتي كان المفروض هو اللي يلعب. هو جاي معاه، يعني هو جايبه معاه، لعبه هو عارف طريقتك وبيقدر يلعب بسيط. لو تعبان انزل بيه بصراحه. لكن انا مش شايف ان هو بدا بالناس غلط، لان هو بدا بناس كده مش عارف ليه خاف يعتمد على فيجا. بصراحه فيجا انا في رايي ان هو كان هيبقى افضل كتير قوي من جوسته على صلاح بصراحه، ماشي. لكن دي برضه اختياراته يعني. في النهايه ليفربول قابلنا ازاي بنفس بالفكره دي؟ يعني قابلنا ليفربول ازاي؟ احنا دلوقتي هنفرد الملعب ادي 3 2 ادي 4 وادي 1 جاكسون. خلاص جاكسون ساعات بينزل يحاول يطلعنا بالكوره. لكن ليفربول بقى قابلنا ازاي؟ اول حاجه باللي عمله ماريسكا ده، عمل 3 على 2. ليفربول بيضغط ازاي اصلا؟ بيبقى دايما جوتا وسابوزلاي، يعني جوتا بيبقى هنا، سابوزلاي هنا، ماشي، وبيبقى هنا لو رجعنا تاني للشكل الثاني جاكبو هنا بيقفل ممر التمرير للبالمر، كيرتس جونز بيطلع لفوق عشان لو الخط الاول من الضغط اتعدى، وعشان ما حدش يجي يستلم، وكذلك جرافنبرغ. طيب مين اللي بيستلم جاكسون؟ اي مدافع، سواء كوناتي، وفي الاغلب بيبقى كوناتي يعني، وبيبقى فان دايك هنا مع ارنولد كده واقف قريب ما بين البنين كده، وكذلك روبرتسون بقى ما بين البنين مع مادويكي وسانشو قريب منهم، وفي نفس الوقت عشان يداني لو الكره اتلعبت ورا الدفاع. طيب الكره بقى لو افترضنا ان الكره هنا مع تشيلسي، كره مع سانشيز اهو في مراحل البناء، فهنا انت وفرت هنا 3 على 2 اولا.
طب هم لو ليفربول كان بيضغط ازاي قبل كده؟ كان بيخلي اول ما الكره توصل للباك رايت، كان مثلا في ماتش مانشستر، ودي حاجه عملوها مثلا في ماتش مانشستر خلت مانشستر يغلط كتير في اوقات مراحل اللعب بناء اللعب، ان اول ما الباك رايت يبدا يطلع بالكره لقلب الدفاع، يعني مثلا يمرر هنا، مثلا لو فرضنا ريس جيمس مرر التوسن، يبدا يطلع جاكبو يضغط كده، فيبقى قافل بجسمه، قافل على ريس جيمس، في نفس الوقت هو بيطبق الضغط على توسن مثلا في اللقطه. لكن اللي حصل بقى ان تشيلسي عمل له مشكله كبيره جدا، اللي هي اللي انا شايفها كانت فكره جيده جدا من ماريسكا، هي فكره ان وجود محورين زي كايسيدو ولافيا احد افضل اللاعبين، حاجه اسمها بريس ريزيست. يعني ايه بريس ريزيست؟ يعني من افضل اللعيبه تحت الضغط مقاومه الضغط. بالظبط. انت لما بتضغط عليك بتقدر ان انت ما تتاثرش بالضغط ده وتخرج بالكره عادي. رائع جدا كلامك ده، هو بالظبط اللي كنت عايز اقوله، هو ده بالظبط اللي انت وصلته باحسن. هو بس ريزيستنس يعني مقاومه. ليه؟ لاني كنت مهندس كهرباء، كنت باخد فهو لافيا بصراحه قوي جدا في الحته دي، مع وجود كايسيدو، فبقى في محورين لخروج الكوره من العمق، فبالتالي سابوسلاي وجونز وجوتا مش قادرين يروحوا يضغطوا على لعيبه تشيلسي الثلاثه اللي ورا. طب لو فرضا حصلت كتير برضو ان حصل ضغط من ليفربول، كان تشيلسي برضو بيقدر يطلع من خلال لافيا كتير قوي من الوقت، وكايسيدو كبول كارير، ولافيا كلاعب بيبص. تمام. طيب، وطبعا من خلال برضو زياده عدديه من سانشيز. خلاص، جميل جدا. ده كده مراحل من اللعب دي، كده كان الشكل المفروض كان تشيلسي مطبقه فعلا. ولما بيبقى فيه بقى مسارات تمرير، مثلا زي الخروج على مادويكي او الخروج على سانشو، خلاص، من خلال الكوره بس. فدي كده من اخر الممرات التمريريه، يعني في الاغلب من طريقه اللعب اللي كان بيتحول لها تشيلسي في مراحل بناء اللعب في الهجوم عامه. طيب، نتكلم على تشيلسي في اخر حته في الثلث الاخير من الملعب. هنيجي نظبط وقفه ليفربول كده بسرعه. ادي ارنولد هنا كده، ودي كده جرافنبرخ بيلعبوا يعني ميديم بلوك لو بلوك يعني. لكن احنا عايزين نتكلم على الفكره لما يبقى الليفر واقف ورا، يعني يبقى الشكل شبه الفكره دي جدا. 4-2-3-1، ولكن بينزل سابوسلاي وبينزل يحاولوا يقفلوا جدا المساحات. تشيلسي كان بيفرد بقى، يبدا يفرد هنا مادويكي، سانشو، وهنا بوستا يلعب كممرات تمريريه، لافيا هنا، وكذلك كايسيدو وجاكسون كمهاجم. تمام. بالمر هنا ما بين اللاعبين، هنا جيمس، هنا توسن، وهنا كولوي. تمام. كرة فين يا باشا؟ كرة مثلا في اي مكان. احنا فاكر بيحاول تشيلسي دايما ان هو يفتح، فيبدا يزق ده كده، يفتح فيكشف المساحه دي لوسطه، يحاول يحط مواقف كتير قوي 2 على 2 والحكايه زي كده. فيحاول جرافنبرخ تقريبا كان شبه به من كتر المواقف اللي بيتحط فيها، كان بيتحط تقريبا كمدافع ثالث يعني في اوقات كتير جدا من الوقت. بالمر بقى ما كانش لاقي ناس كتير، مش عارف تشيلسي ما كانش عارف يحود الملعب، او هي دي المشكله اللي عدم وجود انسو، انه يحود الملعب ناحيه بالمر. فبالتالي كان في تفوق كبير، لكن بالمر في النهايه جات له فرصتين كمان ممكن جدا يخلص الدنيا بيه. واحيانا كان بيجي ريس جيمس من ورا كده، يجي يعمل كورسات، وهنتكلم على بعد كده الصور بتاعتنا على الحته دي تحديدا. الحته عايز اتكلم عليها على بوسكي في المواضع اللي في كوره حطها له ريس جيمس، كان ممكن جدا لو واحد ثاني غير بوسكي، واحد طويل شويه وهو موجود في الصندوق، كان يجيبها، لكن في النهايه ارنولد طلعها بره. ماشي. طيب، ليفربول اخيرا بيلعب ازاي وتشيلسي قابله ازاي؟ تشيلسي اولا قابل ليفربول كمان تو مان في حاله الضغط، يعني ما بيلعبش، يعني في ناس بتضغط مثلا لعيبه معينه بتتمسك، ولاعيبه الثانيه بيلعب زون عادي بس مضغط، لكن تشيلسي لعب مان تو مان، لعيب مان ماركينج مش زون ماركينج. بالظبط كده، ايوه بالظبط. انا احب كده المصطلحات دي هي حرفيا. اقول لك عرفتها ازاي؟ حصه الالعاب زمان اي حاجه بقى، انا بقول اي حاجه. هي بالظبط على فكره مان ماركينج كده. فكل لاعب مع لاعب، فان دايك هتلاقي معاه بالمر، هتلاقي مع جاكسون معاه كوناتي، فاهم؟ وهتلاقي كل بقى سانشو مثلا مع ارنولد،
هتلاقي الناحيه الثانيه روبرتسون معاه مادويكي وهكذا، كل لعيب مع لعيب. لافيا هتلاقيه مع جرافنبرخ، وكان مهم جدا عشان جرافنبرخ كان هو روح وريه ليفربول يطلع بالكوره دايما، فكان معاه. كايسيدو كان مع بصراحه ساموسلاي، عامل موسم كان مع قصدي اسمه ايه مع كارتس جونز تاني. ساموسلاي كان معاه مدافع توسي او وات ايفر مين اللي معاه، كولوين كان معاه صلاح وهكذا. كان الفريق لو بص وزي كان مع صلاح وهكذا. كان الفريق بيبقى دايما مان ماركت مع كل واحد. مفاتيح اللعب ده منع ليفربول من وجهه نظري ان هم يخرجوا الكوره، واللعيبه نجحت كتير جدا باستثناء ايه بقى؟ اهم مشكله قابلتنا هي فكره طبعا التحولات. يعني انت بتخسر الكوره الفريق بيتحول، وكان دايما اللي بيعمل الموضوع ده مين؟ كان بيعمل الموضوع ده مين؟ محمد صلاح. كان دايما بيبقى قاعد فريق بيعرف جدا، لان هي بقى الخبره. لعيب هو الكلاس بلاير بصراحه، لعيب بيقدر بياخد الكوره في اماكن صح جدا، يستلم الكوره اول ما ليفربول يستحوذ على الكوره من تشيلسي، وده لاعب من صلاح بيعرف يسرق المساحه لنفسه ويبدا بقى يغذي هجوم ليفربول، وهو بيطلع يبقى متنفس خروج. اخر حاجه اتكلم عليها الحته اللي انا اتكلمت عليها يا بوستو في كورتين ظهر فيهم. ادي الكوره الاولى ظهر في منطقه الجزاء هنا اهي الكوره، ممكن جدا كان يعمل حاجات كتير جدا مليون حل في الصندوق. هنا يروح مثلا يرفع الكوره صح بشماله مثلا، لكن هو مش كويس مش يمين الشمال، او يباصي لحد او يشوط، لكن ولا عمل اي حاجه من الثلاثه صح. فطلعت الكوره وحشه جدا وضاعت. دي اول كوره. تاني كوره هنا دي اهم كوره، دي الكوره ايه زي ما بينا في الصوره. وهنا الدايره الثانيه هنا باينه فكره بوستو هنا متحرك. ريس جيمس رفع الكوره دي. الكوره دي لو قابلها صح، لو واحد طويل وقابلها صح في الصندوق في التايمنج صح، الكوره دي كانت ممكن جدا تبقى جول. لكن طبعا وسطه قصير والكوره عدت عادي جدا منه، واللي قابلها عرض اللي خرجها كورنر. وحتى شاور بعدها قال لك في 2 على 1 عليا هنا، سانشو من ورايا وهنا بوستو. بس كده انا كده خلصت احمد عز اللي جوايا وخدت اكتر من وقتي. خش علينا يا كينج. انا مش عارف اقول ايه، ما انت قلت كل حاجه. لا بقى خش يا باشا ورينا العظمه. مش سايب اي حاجه اقولها. طيب احنا معانا برضو الصور كده عايزين نعرضها فنتكلم عليها. ده بقى دي الفكره اللي انا كنت بقول لك عليها، اللي هي تشيلسي بدأ الماتش ان هو ضغط. هنا هتلاقي ايه الكوره كانت هجمه لتشيلسي، دي تقريبا الكوره اللي سانشو كان عايز فيها بيلين واللي هي في بيلين. بص الكوره هنا مظبوط له جول، وانت بص كام لعيب جاي عشان يقابله. تمام. الكوره اللي بعدها على طول هتلاقي ايه ان تشيلسي استعاد الكوره على طول في الحته دي. ده اللي ماريسكا حاول يطبقه دايما، ان انا على طول اضغط عالي على ليفربول في الانفيلد، وعلى طول احاول ان انا استرجع الكوره. بص الكوره دي ايه الدقيقه 3. بص في الدقيقه 3 كام لعيب كيرتس جونز هنا بيحاول يخرج بالكوره. بص كام لعيب حواليه ضغط تشجع الكوره، بيحاول يقول عليه بقى ايه نخش برضه بالصف كاونتر بريس بالظبط. اخدته امتى؟ نفس الكوره. بص الكوره هنا راجعه روبرتسون. بص مجموعه من الكلاب البوليسيه بتطارد الكوره. دايما يقول لك كده، تلاقي دايما اللعيبه ضغطه علشان تسترجع. طب حاجه تانية انا عايز اتكلم عليها. بص هنا برضو قد ايه لعيبه تشيلسي كان عندها ثقه عاليه قوي. هنا ليفربول في اول ربع ساعه كان بيحاول ان هو يعمل ضغط، ولكن لعيبه تشيلسي بتخرج بالكره بطريقه كويسه او بصراحه من سانشيز. اتبسط من هنا ريس جيمس، بعد كده جيمس لافيا الجوستو. تشيلسي خرج بالكره، بقت هجمه 4-4 كمان، لان مادويكي في الكادر هنا مش ظاهر، هو موجود ناحيه اليمين. بقت هنا 4-4. بص بقى الصوره دي في اول تلت ساعه لعيبه ليفربول كلها، وده منظر مش سهل خالص نشوفه في الانفيلد. ال10 لعيبه في نص ملعب. هل انت شايف ان سلوت كان عايز يلعب الماتش كده، ان انا هسيب الكره لتشيلسي والعب على المرتدات، ولا ماريسكا اكبر ليفربول على الاسلوب ده؟ بصراحه شايف ان ماريسكا اكبر، هو من مدرسه ان انا عايز احتفظ بالكوره وعايز اطلع بيها. وحتى هو كان بيحاول يخلي دايما كيرتس جونز على طرف الملعب، يحاول يشد مين وهو يطلع، عشان كان بيبني الثلاثه روبرتسون وفان دايك وكوناتي، وكان بيطلع بكيرتس جونز من على بره ويحاول يبني. فهو كان بيحاول يعمل طريقه تفكير ان هو يبني الكوره ويمسك الكوره، لكن ما قدرش بصراحه من وجهه نظري كده. يعني ما قدرش يتفوق عليه فنيا يعني. بصراحه
مارسكا بشكل كبير يعني، لكن في النهاية في النهاية النتيجة هي اللي بتتكلم بصراحة إن هم كسبوا. يعني في النهاية هو حقق المراد يعني ده حقيقي. بس تمام. أنت قناعتك إيه أو في رأيك إيه؟ انا شايف ان هو اكبره، انا شايف ان هو اكبره لان هو طريقه لعب الراجل ده مش طريقه كده، هو مش زي كلوب بس هو راجل هجومي برضه. هو مش من النوعيه اللي انا ما شفناهوش من اول الدوري، من النوعيه اللي انا الناس اللي اسيب الكوره لحد وكده. بالظبط. هو اكيد يعني مش هيجي يلعب في الانفيلد كده هو وش جماهير. في مباراه هو المفروض المرشح فيها. بص دي بقى الحاجات اللي انا كنت بقول لك عليها، ده اللي ايه تشيلسي من رغم ان الضغط بتاعه كان ناجح، انما في بعض الاوقات كان ان الضغط بتاع تشيلسي بيبقى بيبقى مش يعني ايه، الضغط بتاع تشيلسي في بعض الاوقات كان بيتضرب، فلما بتضرب كان بيحصل هنا دي الكره اللي انا كنت لسه بوريك لعيبه تشيلسي في الدقيقه 3 كنت لسه موري لك صوره ضغط. هنا كيرتس جونز خرج من الضغط ده طرد، بقينا قدم هنا مباراة كبيرة بصراحة. بصراحه. بص بقينا هنا هجمه 4-3. هي دي الحاجات اللي انا كنت بقول عليها، إن الخساره دي الحاجات اللي كانت من اول ماتش حاسين ليفربول لا من رغم تشيلسي سلطه، لا ليفربول هو اللي يقدر. دي كرة قبل البيلن على طول، كرة عالية تقريبا روبرتسون لعبها صح بقى 1-1 مع كولر، ودي كرة برضو ليفربول طالب فيها ضربة جزاء اللي هو صلاح عدى ووقع وقام وبتاع، فاهم؟ دي قبل البيلن على طول. بعدها على طول نفس الكرة كرة البيلن هنا 1-1 على صلاح وبوسط. صعب جدا ان انت ايه تحط صلاح في المواقف دي كتير وتنجو صعب يعني بصراحة صح. طيب انا دي يعني الحالات اللي انا كنت حابب اتكلم عنها. بص اخر حاجه بقى انا عايز اتكلم عنها بصراحه هي عن صلاح. اتكلم عن صلاح. الراجل ده وصل لمرحله بصراحه، لا هو ده مش انت لوحدك يعني. والراجل ده بصراحه وصل لمرحله ان هو الراجل ده تحسه بيلعب وهو مثلا ايه ماسك سيجاره، يعني عارف اللي هو المصطلح اللي هو ماسك سيجار كده. الراجل بيلعب بحسه باقل مجهود، يعني خد وش رجل خارجي، خد مش عارف ايه. بصراحة صلاح وصل لمرحلة فعلا اللي هو ده مش اللاعب المصري اللي هو انت تحس ان مش اللاعب المصري اللي هو مجرد لعيب احترف بقى والمفروض، لا ده انت وصلت لمكانة ان انت بصراحة تتحط جنب اساطير اللعب. بالظبط. انا شايف هو اتحط فعلا. انا من وجهة نظري انا لو بختار احسن 5 لعيبة مثلا في تاريخ البريمير ليج انا هحط صلاح فيهم. واعتقد ان على الاقل مفيش حد يختلف انه على الاقل من افضل 10 لعيبه يا عم في تاريخ البريمير. لو انت مش مقتنع باكتر 5 دي هتقتنع بافضل 10 يعني. ارقام مش سيبك من الارقام، انت شايف الفريق حلو والفريق وحش، هو تلاقيه محور تغيير اي ماتش، بيلعب اي ماتش كبير قوي، مش ممكن ثبات مستوى رهيب، ثبات مستوى، ثبات يعني ثبات معدل تهديفي، ثبات كل حاجه. وبعدين مع احترامي صلاح، يعني الناس دايما جمهور ليفربول العصر الحديث اسطورته من جيرارد، لا صلاح افضل من جيرارد بكتير، صراحه افضل من كتير جيرارد. بجد. صلاح ممكن لو انا مش يعني ما اعرفش تاريخ ليفربول قوي، الناس القديمه كيني دالجلش واين روش ممكن الناس دي تكون افضل من صلاح، بس كجيرارد وصلاح مقارنه لا صلاح افضل من جيرارد. بالظبط. احنا عايزين صلاح جاب لك دوري، جيرارد ما جابلكش دوري. صلاح جاب مين كان بيبقى عنده ثبات مستوى ده اثر في كل ماتش كبير كده. انت ماتش الليفر ده وتشيلسي انت فريقك فعلا ما طلعش بره كوره بصلاح. بصراحه كل كوره ودي الراجل. وبقول لك يعني ماتش مثلا مانشستر يونايتد الجون الثاني هو جاب جونين في الماتش ده تقريبا ولا جول مش فاكر. الجول الثالث في الجون الثالث ليفربول الكوره جايه له عنده مساحه يستلم براحته، لا خد على طول عيب في على طول مفيش. ايوه فاكر. الراجل بصراحه صلاح جاي لنا الماتش الجاي وربنا يستر في المستوى اللي احنا فيه ده. لا يعني بس ارسنال يا باشا احنا خسران من بورنموث، انا سيمينيو عمل عليا ماتش، صلاح هيعمل ايه؟ لا بس انت صديق ما تجاملنيش دلوقتي، خليها في حلقات تانية يعني، خليها واحنا كسبانين. بس انتوا حطيتوا مثال كل فرقه عايز تمشي عليه يعني. انتوا ارسنال حط المثال بجد والله يعني، حطيتوا المثال اللي هو احنا واي فرقه احنا بطريقه ثانيه طبعا يعني مش عندنا مثلا زميلين احنا بفلوس وبتاع. خلي بالك ده صلاح اول هدف في حياته في البريمير ليج فينا بجد. ايوه مع تشيلسي ماتش 6-0 وكانت المباراه الالف لارسن فينجر كانت ذكرى فاهم. المهم يعني انت كنت في نهايه الحلقه حابب توجه رساله لجمهور تشيلسي
بما ان انت عايز توجه فايه المايك معاك بقى. الكلمه اللي انا حابب اوجهها دلوقتي، حابب اوجهها ولا المشجعين، انا حابب اوجهها للمشجعين الاولد سكول، اولد سكول مشجعين تشيلسي. احنا يعني فترات كبيره جدا عشنا وانا منكم، يعني انا برضه مشجع يعتبر قديم يعني بالنسبه للنادي وتاريخه يعني. احنا عصرنا فريق بيكسب بالتفاصيل بشكل مرعب، يعني فريق مبني على فكره ان انا اكسب بتفاصيل الماتش، اقدر اكسب بوقت معين، خصم بيلعب احسن مني اكسبه بشخصيتي بوقت معين، العب على البطوله بطريقه معينه فوات. ولعبنا برضه وعشنا فترات كنا متسيدين جدا بفكره ان احنا فرقه قويه وعندنا لعيبه في كل مركز افضل لعيبه ونلعب كره قويه بيه. لكن احنا حاليا في العصر الحالي او في الوقت الحالي لازم نتماشى مع العصر كمشجعين اولد سكول، نتماشى مع العصر. العصر ده اتغير، العصر ده اللي فرضه السيتي، اللي فرضه جوارديولا، العصر ده هدم كل الموضوع ده خالص، صبروا على الفريق في سنه وهكذا، وبدا الفريق ده يصرف ومش عارف ايه، وبرضه عملوا الفرقه اللي هم عاملينها دلوقتي محتكرين البريمير ليج، محتكر مفيش تشامبيونز ليج بيتحط الا واسم السيتي مرعب لا يخسر، حتى اذا كان اعظم ريال مدريد في اوروبا كلها بيبقى زي الفريق ده مرعب ليهم يحصل. فمهما كان مفيش فريق تاني ممكن بيهت جماهير ريال مدريد، هم طبعا الجماهير ما بتتهتش بس يعني مفيش فريق بيخض الفريق ده شويه الا السيتي. فالحاجه اللي انا عايز اتكلم عليها ان احنا لازم نفكر فيها، وهو دروب صورة لورا وكل حاجه، احنا لازم نتماشى مع العصر ده، نبص على فكره ان احنا لا الموضوع بيتغير. احنا دلوقتي لازم في مرحله في بروسيس معينه ماشيين بيها، ان احنا عايزين نمشي ستيب باي ستيب. الفريق بيتطور فنيا، الفريق بيبني شخصيه، فريق ناس لعيبه صغيره مش هيكسب لك ماتش ولا مش هيجيب لعيبه صغيره ده 20 سنه ده كام سنه بيجري بريمير ليج بشكل اساسي، كام سنه لا يقارنوا مع احترامي بصلاح ده. صلاح بقى له كام سنه توب في كل حاجه، وفان دايك كام سنه توب في كل حاجه. فانت طبيعي جدا تخسر بتفاصيل، طبيعي جدا الخبره بتبقى عليها دور، طبيعي ده طبيعي، ده منطقي لازم تتقبله في المرحله اللي انت فيها دي، ونأمل في المزيد. يا عم انزو ماريسكا وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي. سلام.